بتشعر بالغضب والحزن في نفس الوقت، لكن المحارب لا يفر من موته. انا ساتغذى على غضبك وسادمر هذا العالم. بنشوف لوفي والباقي وصلوا اخيرا للقلعه، وبينزل لوفي بسرعه، وبتكون القلعه هالكه فعلا. منذ موت الملك لم يأتي احد الى هنا منذ 14 عاما. بيكون لوفي فرحان لانه يقدر يدخل، لكن بيكون رودو مصدوم ازاي البابا مدمره، وكمان فين الحراس؟ المفروض ما فيش حد جه هنا من زمن، ده باين كده في دخلاء. وبيكون لوفي فرحان جدا، لكن تمسكه نامي وبيقرب زورو وبيقول البوابه اتدمرت من الداخل، وكمان الاثار حديثه، وبيقدر لوفي يفلت منها ويدخل جوه، وبيدخل الباقي معاه، وبتكون كبيره جدا. وبيكون رودو خايف يدخل، لكن نامي بتخوفه وتقول له تعالى شلنا، وبيدخل وبيشيلهم. وبيكون لوفي بيستكشف المكان وبيقول له فين المفتاح، بيقول له رودو انا مش عارف، انا اول مره ادخل القلعه. وبيكملوا سير داخل القلعه، لكن هي فعلا كبيره جدا بالنسبه للعمالقه. وبيكون لوفي بيستكشف بسرعه، وبيقول زورو القلعه مدمره جدا، وده فعل الدخلاء برضو. وبيقول له رودو دي اصلا معركه لوكي وهارود، المعركه كانت دمار فعلا، ولوكي كان وحش فعلا، لكن هارود كان محارب عظيم، ولكن لوكي حتفه. وبيكون لوفي اكتشف حاجه، وبيدخل رودو وبيفضل ماشي وبيخبط فيه بجمجمه، وبيخافوا، وبيكون في مجموعه من عظام العمالقه، لكن ده طبيعي. لوكي في اليوم دوت قتل ما يزيد عن 100 عملاق. القلعه حينها كانت تعجب الجنود الكسر، واللي نجا من تلك الحادثه هو يارول ولوكي. بيكون لوفي اكتشف حاجه، وبتكون جمجمه عملاق كبيره جدا، وكمان عنده قرون، ده قريب اوز ولا ايه؟ وبيلاقي لوفي صوره كبيره، بيكون هو ده الملك هارولد، وكمان كان ضخم جدا. والعمالقه دول كانوا بيجروا في عرقام دماء الحروب، لكن ما زال هناك ورثه منهم. وكمان تلك الندوب على راسه هي اصلا لقرونه، وهو نزعها بنفسه، وهي اصلا لسلاله العمالقه القدامى التي كان ينحدر منها. هو عمل كده لان العمالقه زمان كانوا يذكرون العالم بعصر الحروب، ده كان احسن ملك عرفته الباف. وكمان الكل كان بيمتلك ضغينه اتجاه لوكي غير ابن ملك الاخر، وهو هيرودين، وهو الاخ الغير الشقيق للوكي. هارود لسه كان بطفل من امراه اخرى قبل ما يتزوج الملكه، لكن في الباف لم يجعل والده هيرودين الملكه، وده عشان والدته من دوله مختلفه من العمالقه. وبيكملوا الطريق وبتقولوا نامي طالما هي عملاقه فاين تكمن المشكله؟ بيقول له انتوا البشر بتصارعوا على الارض ومثل هذه الاشياء، احنا كعمالقه الباف وتعرفنا على العمالقه خارج الباف هنلوث هذه البلاد. بيقول له زورو هيرودين زيهم برضه، طالما هو زيهم انت معاه ليه على متن السفينه؟ بيقول له هيرودين مختلف عنهم، ونعرف ان في طفولته كان الجميع بتنمر عليه، وكان في يوم بيرسم اشياء، بيجي هيرودين بياخد منه الرسمه وبتعجب من رسمته، وكان عاوز يتعلمها، وهو بيقدر يرسم اي حاجه زي نامي، وكده بيصبحوا اصدقاء. هو يريد توحيد جميع العمالقه في العالم، هو الذي سياخده ملك جميع العمالقه. بيقول لهم لوفي يجوا بسرعه، بيكون عصر على العمالقه الحراس، وبيكون مغمى عليهم، وبنروح للعالم السفلي، وبتكون غونكو بتهجم على لوكي، وبتقول له انت استوعبت الامر ولا لا؟ يقول لها لوكي انه مش هيقدر يتحرك، بيقول له الفارس الامر مش منتبه كده، لكن غونكو بتستعد وتهجم تاني على لوكي، وتقول له انت مش هتقدر تبقى فارس مقدس حتى لو دي رغبتك، لكن احنا نعرض عليك تبقى مننا، وتهجم على لوكي. لكن بيقدر لوكي يعرف الضربات المستقبله، وبتقول له الخيوط دي بتمثل الضربات المستقبليه واقدر الغيها برضو. انا اسالك لاخر مره يا لوكي، هل تنضم لفرسان المقدسين ام لا؟ بيقول لها لا ايتها الحمقاء، لكن غونكو بتتعصب وتهجم على لوكي وتضربه تاني، وكانت هتهجم عليه ولكن يوقفها لوكي وتقول له هتنضم لينا ولا ايه؟ لكن لوكي بيستفزها وتهجم على لوكي تاني، وتفضل توجه ضربات مميته لوكي، ده بيموت حرفيا. وكان الفارس بيشاهد الوضع، وبتكون كل الوحوش ماتت، وكانت غونكو هتهجم تاني عليه، لكن وقفها الفارس. بيقول لها هذا يكفي، احنا نغير الخطه، هنتصل بالمارجوا، انا ساهمت من الاشخاص عديم الفائده، انا كنت بتمنى ننهي الامر بطريقه احسن من كده. وبيظهر شكله اخيرا، وبيكون اسمه شابرو، وهو قائد فرسان المقدسين، ابن قديس جارلينج. دي قوه لا يستهان بها فعلا، هيمنه محاربي الباف في العالم الجديد، لكن احنا هنخضعهم لسيطره حكومه العالم. لكن تخلص الحلقه على كده، والحلقه القادمه هتكون الاخيره. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك الجميع على الفيديو.